أقوى 10 خيول حول العالم. لا شك في أن الفرس يعتبر واحدا من الحيوانات التي نستخدمهم كثيرا طوال حياتنا ومنذ القدم. الكثير منا يستخدمهم في ركوب الخيل، حيث إنها تعتبر واحدة من الرياضات الرائعة للغاية، والبعض الآخر يستخدمهم في العديد من الأعمال الأخرى مثل نقل البضائع من مكان لمكان، حتى إن الحصان يعتبر وحدة قياس لمحركات السيارات السريعة. لكن من بين كل هذه الخيول يوجد البعض منهم الذي يتميز بالقوة والأصالة والشجاعة مقارنة بغيره، ولهذا ستعرض لكم قناة فصائل اليوم في هذا الفيديو بعضا من الخيول الرائعة والقوية والتي لم ترى مثلها من قبل. لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. حصان بيرشيون. هذا الحصان يعتبر واحدا من الأحصنة الضخمة، يصل وزنه إلى 1700 كيلوغرام، وأصله من وادي نهر هوسين في فرنسا. معروف بلونيه الأسود والرمادي، ومعروفين بذكائهم وقدرتهم الهائلة على إنجاز العمل بسهولة وفي أسرع وقت. بجانب أعمال الحقول والمزارع، تم اعتبار هذه الفصيلة واحدة من الفصائل التي تشارك في سباقات الركض، وهذا ما جعلها تنال شهرة واسعة للغاية حول العالم. الحصان البلجيكي. يعتبر هذا الحصان أسرع وأقوى وأضخم حصان حول العالم، حيث يقال إن أصله يعود إلى العصور الوسطى، حينما كان يتم استخدامهم في الحروب وفي حمل الأشياء الثقيلة للغاية، وبالفعل تمكن من التغلب على العديد من الخيول الأخرى، وهذا ما جعلهم فريدون من نوعهم. أطول فرس يوجد حول العالم هو هذا الفرس الذي يبلغ من العمر 14 سنة، وهو من هذه الفصيلة، ويصل طوله إلى 1.85 متر سنتيمتر. ومن المنطقي أن يكون أطول حصان حول العالم هو الأقوى، لكن هذا الفرس يعرف باسم بيترا، وتم تصنيفه على أنه الأقوى حتى الآن. موستانج. يعيش هذا الفرس في الجزء الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف بحياته البرية والصعوبة في السيطرة عليه. يعود أصول هذه الفصيلة إلى إسبانيا، واشتهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بأصالتها وقوتها التي لا مثيل لها. تتمتع بجسد وعضلات قوية للغاية، كما أن وزنها يتراوح ما بين 320 كيلو إلى 380 كيلوغرام، حتى أن هذه الفصيلة يفضلها رعاة البقر، وهذا ما يدفعهم دوما إلى البحث عنها في كل مكان، حتى أن شركة فورد قامت بإطلاق هذا الاسم على واحدة من سياراتها كدلالة على القوة والسرعة. الحصان سوفلوك هو واحد من أضخم الخيول حول العالم، وهو قادر على حمل وجر الأوزان الثقيلة منذ قدم التاريخ. كان يتم استخدامهم في أعمال الزراعة والفلاحة ونقل البضائع، حتى إنهم يتمتعون بأجساد قوية وعضلات ضخمة تمكنهم من تنفيذ هذه المهام بسهولة. يصل وزن الفرس الواحد منهم إلى حوالي 998 كيلوغرام، لما يعني أنه ضخم للغاية. الخايلتشاير. احتلت هذه الخيول منصبة عالية بين باقي الفصائل لكونها واحدة من الخيول الطويلة للغاية، كما أنها معروفة بلونها الأسود والشعر الأبيض الذي يغطي قدمها فقط. وبالإضافة لهذا الجمال الفريد من نوعه، فهم أيضا يتميزون بالقوة والسرعة والشجاعة. ومن الممكن أن يصل وزن الخيل الواحد من هذه الفصيلة إلى 1300 كيلوغرام. كان يستخدم كثيرا في الحقول وفي جر ونقل وسحب الأشياء ذات الوزن الثقيل. يقال إن السبب الذي جعل هذه الفصيلة واحدة من الفصائل القوية هي أنها تعود لفصيلة الحصان الإنجليزي العظيم، والتي كانت معروفة بقدرتها على حمل الرجال في المعارك القديمة مع الأسلحة التي كان من الممكن أن يتجاوز وزن الحمل على ظهرها إلى 181 كيلوغرام، وهذا يعبر عن مدى القوة المفرطة. الخيل العربي. يصل وزن هذا الخيل إلى حوالي 453 كيلوغرام، وأصله في الجزيرة العربية. يتمتع بمنظر رائع وخلاب، كما أنه يعد من الفصائل التي من السهل على أي شخص أن يعرفها ويحددها.
معروف أيضا بسيقانه الطويلة التي تمده بالطاقة والقوة، ويختلف عن باقي الفصائل في قدرته الفريدة على التحمل والمثابرة، مما يجعله قادرا على سباق باقي الحيوانات وحتى فرض القوة والسيطرة على الآخرين. والآن لا يوجد أي شخص يهتم بتربية الخيل إلا وستجد أنه يمتلك خيلا عربيا أصيلا، نتيجة لأنه مميز للغاية. الحصان الأمريكي هي واحدة من الخيول الضخمة الكبيرة القادرة على تحمل مشاق ومهام صعبة للغاية، حيث أن هذه الفصيلة ماهرة جدا في إنجاز أعمال الحقول والمزارع، ويوجد منها أنواع عديدة، لكن كلهم يتميزون بالشجاعة والقوة. بالرغم من أن قديما هذه الفصائل كان قد تم استيرادها، إلا أنها في الآونة الأخيرة لم يعد هناك سوى الفصائل الأصلية التي ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ القدم. يمكن معرفتهم من خلال لونهم الكريمي ومن خلال الوزن الذي يصل إلى 816 كيلوغرام. حصان الجر الهولندي يصل وزن هذا الفرس الفريد من نوعه إلى 725 كيلوغرام، وبالرغم من أن وزنه صغير مقارنة بباقي الخيول إلا أنه لا يقل عنهم في القوة، وهذا ما يجعله مميزا عن غيره. يمكنك النظر في هذه الصورة إلى حجم العضلات الضخم الذي يتميز به هذا الفرس. يتمتع بصحة قوية وقوة مفرطة، وهذا ما يجعل الكثير منهم يستخدم في أعمال مختلفة. تعود أصول هذه الفصيلة إلى الفصيلة البلجيكية القديمة الأصلية. حصان الربع الأمريكي يعتبر أسرع الخيول حول العالم، ويصل وزنه إلى 545 كيلوغرام. أطلق عليه هذا الاسم نتيجة لقدرته على التغلب على أي خيل آخر في سباق الربع ميل أو أقل من هذه المسافة. كما أكد البعض على أن سرعته تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة تقريبا. ومن أشهر خيول هذه الفصيلة هو هذا الخيل الذي يعرف باسم ايزي جيت. لهذا لو كنت تبحث عن خيل سريع للغاية فمن المؤكد أنك ستتمسك بهذا الحصان الذي لن تجد أسرع منه. خيول كلايدسديل هو واحد من الخيول الطويلة للغاية حول العالم، كما أن لديه حجما ضخما جدا حيث يصل وزنه إلى 905 كيلوغرام تقريبا، وهذا ما جعل الكثيرين من الناس يقولون أن هذا الحصان يتشابه كثيرا مع حصان شاير، ولكن يكمن الفرق البسيط في أن هذا الحصان أصغر بعض الشيء من الحصان شاير. يوجد منه ألوان رائعة جدا، وأيضا يوجد شعر أبيض على قدميه لما يضيف لها منظرا خلابا ورائعا. يكثر تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يظهرون في العديد من البرامج التلفزيونية لما جعلهم يكتسبون شهرة واسعة. وفي النهاية، ما هو أكثر حصان أصابك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ هل ترغب في امتلاك أي منهم؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد في فيديوهاتنا. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.